بجد انا كنت بضحك بصوت عالي، انا قلت لك يعني كنت بشوف لحظات وبشوف مشاهد وطريقه الحوار بشوف مشاهد حتى لان انا كنت شايف والمكتوب قوي وعاجبني التسلسل وعاجبني انك حكي البدايه جت منين. يعني اللي ما قراش الكتاب انا عاجبني فكره انه عاملين استهوتها سواقه العربيات من سواقه عربيات الملاهي. والحقيقه انا عندي نفس الموضوع، كنت بحب سواقه عربيات الملاهي بس انا فهمت ان سواقه عربيات الدنيا غير سواقه عربيات الملاهي. حبيبي كملنا بالله. انا بس عايز اقول لكم حاجه صغيره قوي ليها علاقه يعني بعلاقتي انا بسواقه الستات. انا اول علاقه مباشره بسواقه الستات في حياتي كانت سواقه والدتي. انا امي يعني انا بعيد عن كل امي بس الحقيقه ان غالبا امي في الستات لان انا امي سواقه كويسه. بس اول مره بقى فهمت معنى كلمه سواقه الستات دي كان في وقت كده كنت صغير قاعد جنب امي تحت بيتنا مستنيين حد ينزل وفي العربيه اللي قدامنا ست ثانيه جنبها ابنها برضه وتخرج من الركن واحنا راكبين. وهي الست في مسافه كبيره جدا تقدر ترجع ورا براحتها وتطلع من الركن خلاص انت مش هتغلطيها بس يعني هي بيني وبين الدنيا. فالست فضلت راجعه وانا امي خيالها ما جابش معقوله ثابته ما ضربتش كلام ما عملتش حاجه. باجي بقى ابنها برضه طفل صغير فقعدت الست ترجع وفجأة حدين خبطانة احنا جالنا في الهجوم. فماما كانت بقى يعني قبل ما تلبسها بشوية كلام اسمهم يعني بس هي طبعا ما سمعتش الكلام ده يعني برضه دي شكليات. فراحت خبطة فينا فاتخضت جدا ان هي فوجئت ان فيها عربية في الشارع يعني انا مش مستغرب. فاتخضت جدا فرياكشن الست فجأة كان انها بصت للولد وراحت مطشاه بالقلم على وشه مش تقول لي انت يعني ولا كانها غلط الولد. امي معلقه ساعتها ان دي شويه ستات. ما بقول لك تمرد على كل يكون واحده ست يعني. ومع العمر بقى شوف الدنيا عامله ازاي بس انت الحقيقه ملخصه الخبرات كلها. لا انا شفت كمان اللي ما شفتوش وهي بقرا شفت الكوارث. فالكتاب فيه حاجه حقيقيه جدا ليها علاقه بسواقه البنات. لما عرفت بدات فيها بتسوق بقى يعني انا فكره المكياج والتزيين ده دي معجزه يعني دي تتحط في الموسوعه الحقيقه. اتفضلي بقى. لا في اسباب موضوع المكياج والتزيين ده هي اسباب مهمه جدا اللي هي فكره ان ربنا يعني هتشوف ربنا نفس اللي انت تشوفه في صورته يعني ايه؟ بيحصل بيلير ربنا. بيلير ربنا بيلير ربنا لا ده شخص من الليل مطفى. في حاجات كتير قوي دلوقتي في الكتاب طول ما احنا ماشيين يعني طول الرحله انا نزلت معاك الشارع القاهري كده الحقيقه يعني ايه صعب عليا كل اللي بيحصل بس يعني في حاجه طريفه جدا حصلت او انت كاتباها علاقه الصداقه اللي بينك وبين مي. خلاص فلو سمحتي احكي لنا على ده ولو ينفع تقري لنا. المفروض مي كانت تكون موجوده النهارده بس مش عارفه اتاخرت ليه. هو في جزء عن هي هتقول لك اتصلت بي صديقتي مي لتدعوني لحضور حفل الزفة على كريم ولمن لا يعلم مي وكريم صديقان تعرفت بهما في حادثة على طريق الأسرة بتاع مدينة نصر. ولمن لا يعلم أيضا فإن حوادث البنات غير حوادث الرجال على الإطلاق. فحادثة البنت حكاية لا تنتهي سعيدة كما في حوادث الرجال. واحنا ورانا ايه؟ مش نقعد ناكل ندي في الكلام ونتعرف ونشرب حاجة ساقعة والراجل يبقى حلال ياكل الكتير بيروح صلاحه ويجي. هو ده بالظبط اللي حصل في حادث الاشتراط. وإن كان الاشتراط ليس علامة مميزة لأن عملت عليه 30 حادثة. خلاص نسميه حادث مي وكريم. كنت أسير بسرعة معقولة نسبيا يا 40 يا 140 مش فاكرة. المهم إن هي فيها 40 ومشغلة أغنية جاي لو جامدة جدا. الأغنية دي كانت جاي لو صورتها فيديو كليب بس ما خدش حقه في العرض
علشان كان نازل في نفس الوقت كليب تاني، رغم ان الاغنيه بتاع جي لو كانت احلى بكتير. نرجع لموضوع الحادثه. انا ماشيه في طريقي لا ليا ولا عليا كالعاده يعني، دايما لا ليا ولا عليا. لقيت عربيه بترمح زي ما تكون شاربه برميل خمره، وانا مبرقه وقافشه في الدريكسيون، العربيه تيجي يمين اجيبه شمال، تيجي شمال اجيبه يمين. حتى هذه اللحظه انا مش عارفه ايه اللي حصل خلاها ترقص كده. قلت يمكن عشان خدت الملف على 120، بس مش معقول يعني تبقى حادثه تافهه جدا. بدات العربيات اللي ورايا في تقديم لوحه فنيه راقصه، وهو فوقت على الناس بتفتح باب العربيه وبتشيلها عشان تنزلني من فوق الرصيف. ثم سمعت افضل سؤال ممكن اسمعه في هذا الموقف: معاك ستيفن يا انس؟ في الفصل ده انا بحكي عن اللي حصل في الحادثه دي، واللي هي شبه حوادث كتير جدا انا ممكن بتعرض فيها في طريقي. وفي اطار الحادثه دي انا قابلت اتعرفت على مي وكريم، يعني عشان ما اطولش عليهم. مي وكريم اتعرفت عليهم في الحادثه دي. كريم خد السن، كريم هو جوزها، خد السن وراح يصلحه، وقعدت انا ومي وبدات صداقتنا اللي ثبتت لحد دلوقتي. وكانت اول مره اقابلها، بس بعد كده بقينا اصحاب يعني. وعلى فكره في الحوادث انا بشوف صداقات كتير جدا في حوادثنا. لا احنا حوادثنا بتراعي صداقات لانه عجبني برضه علاقتك بالسن، عجبني ان دايما اللي بيسال فعلا، انا اسف بقول عليه متخلف، لان انت بتجاوبي على سؤالك. يعني انت لازم تقولي معاك السن يا انس، فبتقول لهم هم ما قلتلهمش اني متهرب، بس في الاخر معاك السن. فانا عاجبني المنطقيه طول الوقت ووجهه النظر اللي انت شايفه فيها الاخر بشكل عام. بس وفي لحظه كده انت بتتكلمي عن علاقتك بمرايات العربيات، وعجبني قوي توظيف كل مرايه. يعني انهي مرايه بتاعت الاكسسوار، وانهي مرايه مش عارف بتاعت الاي شادو، وانهي مرايه بتاعت الشكل المعين، يعني مقسميهم كده. وعجبني انك ذكرت ان عمرو مجايب نفسه لو يعني مش هيبقى عنده الرد ده، وده حقيقي. فعشان ده ينقلنا لاخر فصل خالص انت بتتكلموا فيه، او يعني الفصل الوحيد اللي انت مش كاتباه، اللي كان في الكتاب عمرو مجايب، اللي هو ايه الحقيقه ايه خدت وداكي حته ثانيه خالص. يعني انت العلاقه خربانه بعربيتك انت بس، عمرو حلها لك. فقولي لنا عمرو حلها ازاي؟ هو عمرو هنا اصلا، عمرو اصلا هو عمرو ممكن يكلمنا هو حلها لنا ازاي يعني. مساء الخير عليكم الأول. أقول لكم سر جامد جدا. عبير كلمتني قالت لي أنا كاتبة كتاب اسمه سواق البنات. قلت لها أنا مالي في نفس الوقت. قالت لي لا لازم تقول رأيك بصراحة. قلت لها أنا بحب جدا سواقة البنات. افتكرتني بتريق، فأنا بتكلم بجد. سواقة البنات دي حاجة هايلة جدا. معانا كام بنت بتسوق هنا؟ كتير. ولا بنت الحمد لله. أنت بتسوقي كويس. كلنا بنسوق. ماشي، بتسوق كويس ولا زي عبير؟ زي عبير. زي عبير بالظبط. أوكي، يبقى كلكم بتسوقوا كويس. بص أنا بحترم سواقتكم جدا وبقول لكم الغلط مش عليكم بصراحة، الغلط على اللي علمكم السواقة. صح ولا أنا غلط؟ صح والله. غلط، طب قول لي. لا الحقيقة فعلا مش على البنات بس، علينا احنا كمان. ما لقيناش حد يوجهنا يقول لنا ايه السواقة الصح. ده بداية الموضوع. تفتكروا ايه السواقة الصح؟ أول ما بتتعلم السواقة خالص، مش فكرة إنك بتسيب الدرس سنة سنة وبتطلع، دلوقتي حليت لك المشكلة وبقت العربية أوتوماتيك وبتدوس بنزين وفرامل بس يا ريتك بتعرف تسوق حتى البنزين والفرامل بس، صح؟ تعالوا بقى نشوف كل واحد فيكم ازاي هيسوق 5 عربيات في وقت واحد. كله سكت اهو. قول لي. عندنا 5 ايوه. ايوه. ناقص عربيتين ها. ده احداث اهو. سقت 3 عربيات بس. ناقص عربيتين. انا مالي، انت اللي سايق مش انا. ماشي، ناقص واحده. طب تعالوا اقول لكم كانت ايه جابت عبير عليا. قالت لي طبعا هعرف اسوق 5 عربيات في وقت واحد. انت فاكر نفسك
نفسك انت عمرو مجايبر يعني هتسوق 5 عربيات وانا لا؟ قلت لها ماشي اوكي، قولي لي هتسوق 5 عربيات ازاي؟ قالت لي هاخد ال5 ببعض واسوقهم. قلت لها طب انت يا سيدي راكبه انهي عربيه؟ قالت لي اول عربيه. قلت لها 4 عربيات دول هيبقوا ماشيين ازاي وانت ربطهم في بعض معاك كوتش ترد؟ قالت لي طب العربيه اللي في النص، فضلت دماغها جايبه ال5 عربيات مربوطين ببعض وهي سايقه واحده بس بتسوق بيهم ال5. قلت لها لا ببساطه شديده جدا المرايات اللي انت تتمكيجي فيها والهيئه والحاجات ماشي هنزود عليهم عربيتين كمان. انت قلت نص الاجابه صح بس النص الثاني الفكره كلها باديه معايا من وانا صغير جدا، فكرت في الموضوع لوحدي وجه كده يعني محدش علمهولي كمان. انت فعلا من غير المرايات انت مش سايق ومدمر كل اللي حواليك، طبيعي جدا صح ولا غلط؟ فبالك بقى في الزمن الزحمه اللي احنا فيه احنا رايحين في مصيبه خالص. قابل ان انت المرايه اللي جنبك شايف فيها المرايه العربيه اللي هتعدي من على يمينك، فانت سايق العربيه اللي معديه على يمينك عشان عملت اي غلط هتعرف تتفاداها. وشمال نفس القصه دي كده 2 و3 اللي ورا عشان لو جاي كابس عليك هتعرف تروح منه فين بالظبط. في كده 3 العربيه اللي انت سايقها 4 والعربيه اللي قدامك 5. حلو كده؟ دول 5 عربيات. تعالوا بقى نشوف في ال5 عربيات دول كل واحد يعمل نفس اللي انت عملته. عمر حوادث هتحصل؟ عمر اي مشكله مش هتتعمل بسرعه؟ شاف. هي دي اول حاجه لازم نتعلمها قبل ما نتعلم ازاي ندوس فرامل وبنزين والكلام الفاضي ده، لان في الاول وفي الاخر انت فعلا بتطلع وبتقف بس ما تعرفش تطلع فين وتقف فين. صح؟ قبل بقى انت بتعمل كام مصيبه في اليوم بسبب انك بتتكلم في التليفون وسايق ايد واحده تسمع المزيكا على رايك ماشي على سرعه 140. الاهم من ده الشاب كمان مثلا اوكي معانا استاذ احمد البدري بيعمل كده بنفسه. لا حاجات كتير ما هي ملفات ليها قواعد. احنا بنتكلم على ستارت السواقه، احنا لو بنتكلم زي ما هي بدات دخلت الملف 120 140 طب ما هي عرفت منين العربيه دي تخش على 120 140؟ هي دي في عربيه ب 100,000 جنيه دي في عربيه بمليون جنيه عشان دي بتخش على 140 ودي ما بتخشش على 40. صح؟ هنا فرق الألوفية. بس ودي كانت اجابتي. فقالت لي بقول لك ايه ما عجبتني ال5 عربيات دول فلو سمحت اكتب لي بس حاجه صغيره تقول الموضوع ده. قلت لها خدي البتاع قوليه ودي مسج للناس لان لازم الناس تعرف ان بدايه السواقه فعلا ان هم يسوقوا كل العربيات اللي حواليهم. والموضوع ما كانش هيثير انتباهكم خالص لما ما قلتش تعرف تسوق 5 عربيات في وقت واحد ولا لا. صح؟ بس هو ده سر السواقه. بس يا عمرو الفرق بين عربيه دي